مش لازم تحط في السندوتشات بتاعت اولادك كفته او جمبري او فراخ بانيه. مش لازم يعني. ليه؟ عشان في اطفال بيبقوا فقراء مش عارفين يجيبوا لا كفته ولا بانيه ولا في ناس بتحط جمبري. وايه اللانش بوكس اللي انتوا عملتوه ده؟ يعني تحط تفاحيه، لا برقوقايه، لا شويه جايبه لي ازازه كده حاطه لي فيها عصير مانجا النهارده، بكره عصير برتقال، بعده جوافه. طب ما هو الناس اللي جنب ابنك او بنتك هيبصوا ليهم في السندوتشات وفي العصير. يعني الجبنه راحت فين؟ طب ما نحط حاجه متاحه للجميع، اللي الكل بيعملها، اللي الغلبان بيقدر يعملها والغني يقدر يعملها. ليه؟ عشان نحس ببعضينا. في اطفال والله عندهم اهلهم ما هي لاقيه تاكل، هتعمل سندوتشات ازاي وتحطها لهم بنفس المقدار او بنفس الكفاءه اللي حضراتكم عاملينها؟ كفته مشويه ايه اللي تحطوها والاطفال تشم الريحه؟ يعني لما طفل يروح لابوه في البيت ويقول له يا بابا او يا ماما ويعيط ويبكي انا عايز كفته زي اللي شفتها مع زميلتي او زميلي في الفصل النهارده، وهو مش قادر يجيب، ده قمه الوجع، قمة الألم إن طفل يطلب حاجة من أبوه أو والدته وما يعرفش يجيبها له. ده يعني لانش بوكس طول عمرنا كيس وبنحط فيه السندوتشات على قد المقدار، على قد ما أسهم، على قد إمكانيات. الأيام صعبة يا جماعة، فلازم نحس ببعض. أكلوا أولادكم زبادي ماشي، جمبري، استاكوزا، كفتة، بانيه، إن شاء الله تعجبوا أي حاجة بس في البيت. يعني غذي ابنك او بنتك في البيت وهو رايح المدرسه، المصروف يبقى متواضع برضه، مش تديله 50 جنيه، طب ما هيبوظ. يعني من 5 ل 10 ل 15 مبلوعه، انما 30 40 جنيه 50 جنيه مصروف يطلع يبقشش ويشتغل. الله 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 الله، ده مش رايح يتعلم يا جماعه. الاطفال بتبص لبعضها والله، لو توكه حلوه في ضفيره بنت او غاليه شويه عايزه زيها. الاطفال بتبص. نراعي بعض، في يتامى وفي فقراء وفي مساكين. طيب اللي راح تودي اولادها او اللي رايح يجيب اولاده من المدرسه ده يبالغ في الاحضان ويجيب والله، وراكب عربيه وركب اولاده. في ناس فقيره، في ناس يتيمه، في ناس ابوها ميت. لازم نحس بالموضوع ده. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا جماعه اعتصموا بحبل الله جميعا. لازم الايام دي نحس ببعض، وخصوصا الاطفال بتبص لبعض. انت بالله عليك لما واحد يبص لابنك في الاكل هتقبليه؟ طب ما كله بيبص له في اللقمه بتاعته. اعملي سندوتشات متواضعه الكل يقدر يعملها، الغني والفقير. ده اللي بنقول لحضراتكم في الايام الحلوه المدارس دي. امال جعلوه زي رسمي واحد ليه؟ عشان الغني ما يلبسش حاجه بقى ماركات وبتاع والطفل يبص له، لا كله يلبس زي بعضه. فعايزين الكل ياكل زي بعضه. واهتم بابنك وغذيه بس في البيت مش قدام الناس. مش الرسول اللي قال لو انت جايب فاكهه كده حطها في شنطه سمراء واطلع بيها، ولما تقشر وتاكل ارمي الزباله برضه في خفاء، خش في خفاء واطلع بيها في خفاء ما يشوفهاش حد. طب لو انا عايز الناس تشوفني اودي بقى للناس، افرق اراضي ده وراضي ده وراضي ده. لو انا الناس حد امال ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، وصانا يا جماعه بالجار ووصانا بالفقير ووصانا بكل شيء. يا رب يكون ايامكم حلوه سعيده، يا رب دمتم في صحه وسعاده وخير ويمن وبركات، وربنا ينجح اولادكم واولادنا ويجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اشكركم، ما تنسوش تحطوا لايك وشاركوا الفيديو للغير، واستنوني فيديوهات قادمه. كان معكم الشيف رضا شعبان فوده، الى اللقاء.